استاذ كريم، ازي حضرتك؟ ازاي صحيح؟ حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. انا اتهزقت يا استاذ ليه بس كده؟ انا الناس يمكن كانت عارفه انا بحب شركه وان بلس، مش وان بلس ولا كي ام جي، وان بلس من وان بلس 1، وبحترم الشركه دي. فنزلت البوست اول ما اتصلت بحضرتك امبارح بالليل، ان انا نزلت بوست قلت ان الشركه والتكلفه، الناس شايفه التكلفه عاليه، شايفه ان الجهاز غالي. انا بص، انا النهارده مش عايز حضرتك تزعل مني، انا هنقل كل اللي اتقال باسامي الناس يمكن بكل اللي جالي علشان اوضح لحضرتك وجهه نظر الناس، وده حق الناس عليك. تمام؟ اكيد. الناس شايفه ان الجهاز غالي، ان الشركه مش معروفه وان بلس، وان كي ام جي وكيل غير كفء انه يشيل الشركه. انا اسف يعني على ناس يعني قول اللي انت عايزه، ربنا يخليك. وان بلس، وان وان بلس مش مديه وكاله لكي ام جي. انا بقول لك الكلام اللي اتقال كله واللي جالي، وان انا بطبل الجملتين المشهورين اللي انا ما بحبهمش، بطبل وبهبد. مش انا عامل مراجعه الجهاز من شهر، من قبل ما اعرف ان هيبقى له وكيل في مصر اصلا يعني، او من اكتر من شهر، وعملت مراجعه الجهاز زي ما بعمل اجهزه كتير. فنزلتها امبارح، ففي ناس افتكرت ان الجهاز جالي من الشركه، فطبعا بيبصوا على تاريخ المراجعه. فامبارح قلت للناس طيب عشان نقطع الشك باليقين، احنا نروح نسال اصحاب الشأن ونشوف ايه الوضع. طلع الناس عندها حق هيبان، طلع الناس ما عندهاش حق برضه هيبان. فهبدا باول سؤالين بس عشان نخرج منهم، السؤالين اللي اشيعوا قبل نزول الجهاز، ونخش بعد كده في اسئله الناس. اول حاجه، حضرتك كنت وكيل لشركه ميزو، تمام؟ ميزو دخلت السوق والناس شافت انها ما نجحتش مع كي ام جي، فبيقولوا ده وان بلس مصيرها مصير ميزو، يعني مش دعوه وقعت او ما وقعتش، بس يعني بيقولوا هيحصل في وان بلس زي ما حصل مع ميزو. عاوزين رد على الجمله دي. طيب خليني اقول لك حاجه يعني بسيطه جدا. شركه كي ام جي موجوده في السوق المصري من 2003، يعني احنا بقالنا اكتر من 15 سنه في السوق المصري. تمام. في براندز كتيره جدا الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا ان احنا ساهمنا في انتشارها بشكل قوي. من اول ما كنا بنشتغل في النوت بوك كمبيوترز، يعني احنا كنا الريتيل سب ديستريبيوتور لتوشيبا نوت بوك كمبيوترز. فالحمد لله من 2003 لغايه 2011 كنا مساهمين في نجاح البراند موجود بشكل قوي في السوق المصري. يمكن لو عندنا فرصه بخليك تاخد صور من شهادات وحاجات جوائز تقديريه احنا واخدينها لمساهمتنا في نجاح البراند في السوق المصري. وكان اوريدي في براندز كتيره جدا في قطاع الاي تي ساهمنا بنجاحها، من بيت ديفندر كانتي فيروس، اكسسوارز رينج كبير كنا شغالين فيه. كل الكلام ده يعني كنا شغالين فيه ونجاح بشكل قوي جدا. لما قررنا ان احنا الشركه تموف من النوت بوك كمبيوترز او الاي تي الى السمارت فون، كان البدايه من 2015 في انفينكس. يمكن احنا كنا من بدايه الشركات اول شركه امن. دي معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، ان سبب دخول انفليكس مصر شركه كي ام جي. احنا كنا اول وكيل ليهم في مصر، والحمد لله كانت هم من الشركات المحترمه اللي احنا امنا بيهم كبراند لغايه لما بقى عندهم ماركت شير قوي في مصر، وعندهم وكلاء تانيين كمان. يعني احنا اول وكيل كان دخل بعدينا ب6 شهور، فكنا نقول اتليست كان لينا مساهمه جيده في انشاء براند قوي موجود في مصر حاليا. لما جينا في اخترنا او ابتدينا نشتغل مع شركه ميزو، كان ايمانا بينا بقوه الماركه، جهاز محترم، شركه قويه. في الوقت ده كانت في الصين بتصنف من اول 4 أو 5 موجودين في سوق الصين. ليها قصه خاصه يمكن اتكلمت عليها قبل كده، ولكن انا مش حابب ان انا اخوض جامد في القصه دي. لكن هي خلينا نديفاين يعني ايه وكيل او يعني ايه ديستريبيوتور، عشان الحته دي يمكن مش واضحه لناس كتير. دور الديستريبيوتور ودور الوكيل هو ان المنتج يبقى متاح على الشلف، موجود متوفر في كفرج في السوق المصري. تمام. دور الفندور او الشركه الام اللي هي تملك البراند هي في البراندنج والبراند اويرنس والماركتنج اكتيفيتيز، دي كلها هي مهمه الفندور بره او صاحب البراند. لو البراند قوي وقدر يعمل ماركتنج كويس للبراند، دوري انا كوكيل ان انا اوفر البضاعه وتبقى موجوده متاحه للمستهلك. ليه الاجهزه كانت بتتاخر؟ طيب ده سؤال كويس جدا ويمكن جاوبت عليه قبل كده كتير.
يمكن كل شركه بيبقى ليها السياسه بتاعتها. شركه ميزو لما احنا ابتدينا معاهم كانوا لسه طالعين جلوبال ماركت، هم كانوا شغالين بقوه في السوق الصيني، ولكن في الاسواق الجديده اللي خارج السوق الصيني كانت احنا من بدايه البلاد اللي ابتدت معاهم. انتوا اول شركه على ما اعتقد، اول سوفت وير انترناشونال لميزو على ما اتذكر نزل، والاجهزه بتاعتكم يعني في الاجهزه اللي نزلت مصر. يمكن احنا ابتدينا معاهم كمان من قبل ما يمضوا مع جوجل. في الام 3 نوت كان فعلا الجهاز نازل، كانت مشكله وكان سوفت وير صيني وبتعمل ابلود للجوجل سيرفيسز وكده. فاللي حصل ان هم كانوا بيطلعوا فيرجن للصين وبعديها بيعملوا ديفلوبمنت للسوفت وير بتاعهم للجلوبال، ما يسمى بالجلوبال فيرجن. فده كان بياخد منهم من 3 شهور ل 4 شهور، وبعد كده في اجراءات توثيق او الشهادات اللي بتطلبها مصر بتاخد وقت والشحن، فكان بيجي لنا الاجهزه بعديها من 4 ل 5 شهور بعد اطلاق الاجهزه. في سوق السمارت فون ده للعميل شيء غير مقبول مع سرعه المنافسين في اطلاق اجهزه جديده، فده اثر علينا في حاجتين، في توافر الاجهزه اون تايم وفي البرايسنج في الوقت اللي هو بيطرح بيها في السوق المصري. انا دوري ان انا اوفر المنتج. يمكن بنقول احنا الشركات بره بتبص لنا ميزو عكس الناس شايفانا في السوق المصري، بتشوف نجاح شركه KMG ان تخلي السوق المصري كله يعرف البراند. حجم البيع مش حجم البيع ده متوقف على فاكتور ثانيه كتيره جدا. حجم الاويرنس اللي حصل، احنا كنا كشركه شايلين عنهم الماركتنج اكتيفيتيز، الافتر سيل سبورت، الكفرج للسوق المصري، كل ده احنا كنا بنقوم بيه 100%. يعني كنا بنقوم بدورنا كوكيل ودور البراند او الفندر، وده كان حاجه زياده احنا عملناها، ولكن في الواقع احنا قمنا بالدورين. كون ان السوق المصري الحمد لله كله عارف البراند والبراند كان متوفر في السوق المصري، ده احنا بنعتبره بالفاكتورز اللي بتقيس بيها قوه الديستريبيوتورز ده نجاح. قوه ان البراند يحقق ماركت شير او لا ده بيعتمد على فاكتورز ثانيه كتيره جدا مش على الوكيل البطاقه. السؤال الثاني بقى وببساطه جدا، الناس بتقول انا اولا مبسوط ان انا بقول بصراحه اللي في نفسي يعني. لا اتكلم براحتك خالص. ودي والله ما بتحصلش كتير. احنا دورنا موجود ان احنا نجاوب الاسئله دي نقطه من الشركات المهتمه بالسوشيال ميديا وبالاند يوزر. احنا بنحب نفكر بدماغ الاند يوزر. لا وكويس ان انا برضو بعمل لقاءات كتير، بس انا بقابل المانجنج دايركتور للشركه، فده شيء انا محترمه ان انا اقابل اكبر حد في الشركه، فيعني مش هيبقى فيه كلام هنقول انه مش منسوب لصاحب الشركه. طيب الناس بتقول لك طيب ميزو نزل بسعر وفضل السعر ينزل 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 لحد ما اتحرق، فخلاص وان بلس احنا هنستنى ونشتريه ب 7000 جنيه. هل ده يعني ايه السبب اللي خلى ميزو كان بينزل اسعارها، وهل ده هيحصل مع وان بلس ولا لا فعليا؟ خلينا بقى نوضح نقطه مهمه جدا دي للشباب برضه عشان يقدروا يبقوا مستوعبين on a commercial side او تجاريا الموضوع بيحصل ايه. مفيش حاجه اسمها ان الوكيل بيسعر لوحده، او ان الوكيل هو اللي بيحط الاسعار ونجاح السعر او فشلها من الوكيل. يمكن ده كان كلام من زمان خالص قبل ما يحصل ان الدنيا تبقى الجلوبال ماركت. السؤال هنا يعني السعر اللي بينزل في مصر ده الوكيل بيبقى موافق عليه او يرفضه؟ لا، اللي بيحصل بقى ان اساسا بيحصل نيجوشيشن. احنا دورنا ان احنا ننقل الفيدباك بتاع السوق المصري لاي براند احنا بنشتغل معاه، ولكن تسعير الاجهزه بيبقى انفولد في البراند، صاحب البراند او الشركه او الفندور هو اللي بيشتغل على تسعير الجهاز. احنا بنقدر ندي الفيدباك بتاعنا، ولكن في الاخر هم اللي بيسعروا الاجهزه. ده ترند موجود في كل الشركات، يعني كل الشركات اللي موجوده في مصر هتلاقي ان اللي بيسعر الاجهزه او معظمها الفندور هو اللي بيسعر الجهاز. فكره ان الوكيل او الناس متخيله ان الوكيل بيكسب مارجن كبير وهيعمل مشكله وعنده مطلق الحريه، الكلام ده ما بقاش موجود تماما. النهارده الفندور بيجي بيحسب الكوست، وبيجي سام تايمز او بعض الاحيان بيفرض هامش ربح معين على الوكلاء علشان يقدر يوصل لبرايس بوينت معينه. ففكره ان يبقى وكيل متحكم في الجهاز او في التسعير دي ما بقتش موجوده. بيحصل حاجه اسمها برايس ستراكشر، يعني في ستراكشر للتسعير اللي بيبقى داخل فيها سعر البيع اللي هو بيبيع الجهاز للوكيل مع مصاريف الشحن مع الضرائب مع جمارك يعني وان بلس، يعني تقعد تزود لغايه لما بيوصل اللاندنج كوست والمارجنز والاند يوزر برايس. فالبرايس ستراكشر ده اللي بيقوم بيها الفندور بمساعده الوكيل. وزي ما بقول لك انت لو هتلاحظ في معظم البراندز اللي موجوده في مصر الفندور هو اللي بيطلع برايس ليست مش الوكيل. ففكره ان احنا او الناس تفتكر ان الوكيل في مصر
عنده الحريه التامه. عندي الحريه ان انا احط 3 4000 جنيه على الجهاز او انزل من سعره احرقه. الكلام ده ما بقاش موجود خالص، مش في مصر، في العالم كله. ان كل فندر بقى هو مهتم برعايه الاند يوزر. احنا ما بقيناش دول مغلقه، احنا دول كلها مفتوحه على بعضها. اي اند يوزر هو قاعد في مكانه النهارده بيقدر يعرف ايه اللي حصل للونش بره، النيو موديل هيطلع امتى، القصه كلها. وفي دلوقتي على الانترنت او الابلكيشنز اقدر اطلب جلوبال. بالظبط. ده مش بس كده، يعني ما بقاش كمان ان انا لازم عشان اطلب اروح مثلا لتاجر بره، لا ده انا اقدر عن طريق جوميا، عن طريق سوق، عن طريق شركات كتير قوي للتواصل اقدر اطلب الجهاز. فالموضوع بقى مفتوح، يعني مش مقفول على حد. لما اطلقوا الجهاز 16 في بلدان مختلفه، امريكا وفي اوروبا، خلينا ناخده في المثال عشان تم الاطلاق في نفس الوقت. فكان سعر الجهاز ال 8 جيج مثلا في امريكا ب $579، في حين ان هو كان في يوروب كان بيتباع ب 579 يورو. ماتشنج السعر او الرقم مش معناه ان هم يكونوا نفس السعر، ان 579 يورو النهارده تقريبا اولموست يعني 600 حاجه 50 او $660. فمعناها هنا ان اوروبا السعر فيها اغلى من امريكا، مش معناها ان هم نفس السعر. لما جه تم اطلاق برضو الجهاز في دبي بسعر مختلف، يعني لما اتباع هناك ب 2400 درهم، مش معناهم ان هم يعني برضه 600 وشويه دولار، يبقى مش معناها ان هم السعر موجود في امريكا بسعر. طب هنا يقول ليه هو في امريكا ارخص؟ الفاكتورز مختلفه من بلد لبلد، لنظام ضرايب وجمارك وماركت مختلف تماما. طيب مين اللي بيحدد السياسه دي؟ الفندور هو اللي بيحددها، واحنا بنتفق مع بعض على القصه لغايه لما بنوصل للاند يوزر برايس المعلن وبيتم اطلاقه. مصر حاطه نظام قوي جدا عشان تقدر تكنترول الماركت وتطمن ان الاند يوزر بيجيله اجهزه مطابقه للمواصفات. اي شحنه قبل ما بتتشحن فيها معامل بتروح تعمل بري شيبمنت انفستيجيشن انسبكشن، وبيتاخد عينات وبيتاكدوا ان الشحنات دي مطابقه للمواصفات اللي هي تم الابروفل عليها في البدايه. والان تي ار اي عنده الحق في اي شحنه جايه، سواء اول شحنه اتسمست بياخد منها عينات، واي شحنه في اي وقت عنده الحق ان هو يسحب منها عينات في اي وقت. فالموضوع كنترول بشكل قوي. مصر عندها معامل محدده هي المعتمده من هيئه الرقابه على او هيئه الاتصالات، والمعامل دي من اقوى المعامل اللي موجوده في الصين، ودول معامل فيريفاي وما بتقبلش اي شهادات غير لو جايه من المعامل ده. فده بيطمن للعميل ايه؟ ان الجهاز اللي جاي ده جهاز مطابق بالمواصفات، جهاز بجوده عاليه، جهاز اللي اتقال عليه هو اللي موجود فعليا فيه، محدش يقدر يعمل اي حاجه مختلفه عن كده. مصر من الدول الستريكت جدا في الاندستري بتاعت السمارت فونز. النقطه الثالثه وهي مش سؤال، هي حاجه بسيطه جدا. الناس انتشر او تداول الموضوع قوي ان كي ام جي مش وكيل وان بلس. في دبي سوق هي وكيل وان بلس، سوق بتوزع وان بلس. فكي ام جي راح قال وان بلس خدوني جنبكم. انا عن نفسي هجاوب على الجزئيه دي، انا شفت الرد بس هوريه لكم دلوقتي علشان نبقى قطعنا الشك باليقين في النقطه دي ونبدا في اسئلتكم. ممكن؟ ده العقد بتاع وكاله وان بلس. انا مش هقدر طبعا اصور العقد من جوه لان دي اسرار شركه، انا حتى مش من حقي اشوفها، بس ده العقد وبقولها رسمي اهو، يعني دي ممكن ناخدها معانا يا استاذ كريم. فقانونا احنا دلوقتي بنعمل حاجه انتوا ماسكين عليها قانونيا، يعني ده عقد شركه وان بلس. لازم العقود بتبقى موثقه تمام من السفاره المصريه، الغرفه التجاريه في الصين والسفاره المصريه، والعقود دي بيتم توثيقها وايداعها عند الان تي ار اي. واحنا يا جماعه مصر بلد كبيره او بلد منظمه، يعني ما ينفعش اطلع اقول انا وكيل، مفيش حاجه اسمها كده. انا عارف المعلومه والله، بس يعني في حاجه اسمها حمايه مستهلك وفي حاجه اسمها حاجه تقفل. طبعا دي مسؤوليات قانونيه. كلمه وكيل حصري اللي بتتكتب على صفحه فيسبوك دي لو حد شافها، دي معلومه والله مش بهزر، لو حد عاوز يعمل فلوس وشاف الجمله دي ونزل اشتغل لاي شركه ولقاها مش وكيل، توجه اعمل قضيه، هيبقى ليك تعويض اعتقد يعني.